أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. سبحانك اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا زال الكريم سبحانه عز وجل يمد إلينا بيد الإنعام، وهو الكريم فيطيل في أعمالنا ويمد في آجالنا وكيزيدنا من الفضل ديالو سبحانه وتعالى. ومن الفضل ديال الله تعالى على الإنسان أن يبلغه مواسم الخير والبركات. ونحن بإذن الله تعالى في هذه الليالي وهذه الأيام نشهد خيرا عظيما في أيام مباركات وفي موسم عظيم قد وفق الله تعالى له بعض عباده فاصطفاهم واختارهم وناداهم لبيته عز وجل، فهم يؤدون مناسك الحج. نسأل الله تعالى أن يتقبل منهم وأن يرزقنا وإياكم بإذنه سبحانه ذلكم المقام. يبلغنا وإياكم إن شاء الله هذاك المقام ونكون فيه إن شاء الله تعالى من الرابحين. والمغاربة معروفين بالتعلق ديالهم والمحبة لهذاك المقام، حتى أن بعضهم أراد أن يحج ولكن بعدت عليه الشقة ولم يجد السبيل إلى ذلك. تعلمون أن الحج فيه كلفة وفيه مصاريف وفيه كذا، ومسكين هو ما لقى كيفاش، وفيه بعد طريق وفيه مخاطر طريق وفيه هذا قديما، فلم يجد كيف يحج. والمغاربة من التعظيم ديالهم والإجلال لهذا المقام، الإنسان اللي كيعرفو كيبغي يمشي كيتسناوه بالصفوفة، وربما كان يهمك العمل ديالو باش يتسالم مع هذاك السيد اللي غادي يحج، ويطلب منه يدعي ليه ويدعي لوليداته ويدعي كذا. وكل هذا من التعلق بمقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وديك الديار المباركة. نسأل الله تعالى أن لا يحرمنا وإياكم زيارتها. وهو يقول هذا السيد مسكين ما لقى الطريق باش يمشي وما لقى سبيل وما لقى الجهد باش يمشي، قال: يا راحلين إلى النبي من مطر، زرتم جسوما وزرنا نحن أرواحا، لقد أقمنا على عذر وعن عجب، ومن أقام على عذر كمن راح. قال كلام كبير. هذا اللي مشيتو
واللي شدو الجهد وفوق الطاقه راه بحال اللي مشى. لو كان لقينا باش نمشي حتى راه نمشي. وكل هذا من محبه اهل هذا البلد الكريم لمقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغدا ان شاء الله الحجاج غيوقفوا وقفه مباركه يوم عرفه الذي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان صيامه يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعدها. جعل الله تعالى في هذه الميزه وهذه الخصيصه العظيمه وهذا الفضل الكريم. والله سبحانه كريم، والكريم اذا اعطى الهش. هذا الصيام ديال غدا ان شاء الله تعالى يكفر الله به السنه التي مضت، سنه بذنوبها معاصيها. كيقول لنا صلى الله عليه وسلم احتسب على الله اللي فاتت السنه اللي فاتت الذنوب والمعاصي ديالها يغفرها الله تعالى ويكفرها، والسنه التي لم تحل بعد هذه اللي شيئا. وكل هذا من تعظيم ذلك اليوم. ولذلك الانسان اذا كان بصحه وعافيه يحرص كل الحرص غدا ما يفوت شيء من العصر، ما يفوت شيء. اصبر واحتسب فإن لك إن شاء الله تعالى أجر المغفرة والتكفير ذنوب السنة الماضية والسنة التي بعدها. ومن غدا يبدأ عندنا العيد. العيد راه ماشي هو غير الأضحية. الله تعالى لا يناله من أضاحينا دماؤها ولا شحومها ولا لحومها، لا، بل يناله التقوى. هذا اللي بغى الله تعالى منا من هذه الأضحية. بغى منا أن هذه الأيام تكون أيام عيد. ولماذا سمي العيد عيدا؟ سمي العيد عيدا لعوده، أنه يعود علينا كل سنة كيتكرر. وسمي العيد أيضا، قالوا سمي العيد عيدا لأن فيه تظهر عوائد الرحمن، فضائله على الناس وكرمه. العيد أيها الأحباب ليس لمن لبس الجديد أو ادخر القديم، ولكن العيد لمن خاف يوم الوعيد. هذا هو العيد، أنك تجعل هذه الأضحية التي تتقرب بها إلى الله تعالى وسيلة. أما الأصل العيد فيه صلاة العيد. شحال واحد كاع يخرج لصلاة العيد ودابز مع الضحية، واش ذبحوا ولا مازال؟ فينا هو الأصل. العيد فيه ثلاثة حوايج مهمين، فيه صلاة العيد وفيه الأضحية وفيه زيارة الأقارب. إذا بغينا من دابا أيها الأحباب حنا وياكم نتكلموا إن شاء الله في الآداب اللي خصها تكون فينا والأحكام وبعض الأخطاء اللي كيديروا الناس في هذه الأيام ديال العيد. أول حاجة الناس كيغفلوها أن العيد عبادة وليس عادة. الناس دابا خداوها عادة، حشومة إلى ما ضحيناش اش كيقولوا الناس، وخصك شو اش تقول لله عز وجل ماشي للناس. وخصوصا في هذا الزمان اللي الأضاحي واحد الثمن مرتفع، وكان الناس مساكن اللي دابا هز الهم وهم كبير ربما من رمضان، ومسكين هذا العيد قبل ما يجي هز الهم. خصك تهز الهم العيد باش تفرح فيه، باش جاء العيد ليفرحك ليس ليكدر عليك. والناس اليوم ساكن هازين الهم العيد ويخلع الله ياخذ او اتهاد اضحيه تبيخ العكب ثلاثه اللي كلها سبيلان.
فيه الشكر ديال الله عز وجل على النعم. اذا نهار العيد ايها الاحباب الانسان يحرص كل الحرص ان يبدا عيده بتلك الاشياء التي هاجرها الناس خلاوها. شنو هو التكبير والجهر به. وانت غادي كبر الله عز وجل، غادي المصلى اذكر الله تعالى وكبره بصوت عالي. هذه من السنن اللي الناس دابا ولاو كيخليوها غادي للجامع غادي المصلى ساكت. كبر الله تعالى ليكملوا العدة وليكبروا الله على عمله. غادي كبر الله عز وجل، ثم سير من طريق، وفي الرجوع ان شاء الله يرجع من طريق اخر. وصلت للمصلى، بعض الناس اذا وصل الى المصلى يجد الصفوف فيبدا في تخطي رقاب الناس ويمشي قدام. منهي عن هذا. واحد اللي شاف النبي صلى الله عليه وسلم كيدير هذا قال لي اجلس فقد آذيت. اجلس حيث انتهى بك المجلس. وكذا راه بغيت قدام، انت قدام بكري وجي بكري. راه الاجر في الصلاه ماشي فين بلاصه صليتي، ليس بالمزاحمه. بغيتي الاجر ديال هذيك الصلاه بالخشوع. راه ممكن تكون في الصف الثالث وفي الصف الرابع ولكن حاضر بالخشوع وحاضر بالتركيز، كتعرف تفقيه اش تقرا وكتعرف. هذا هو المطلوب. اما نبقاو نتزاحموا ونتجاراو وانت جيتي معطل، هذا من الاشياء التي ينبغي ان يتفاداها الانسان. مزيان وحنا جينا المصلى وناسين. بعض الناس ينشغلوا ايضا بالهواتف. من ديك الساعه واش جبت التليفون بدا تيوجد الصوره اللي غادي يدير في سميتو، وبدا في التهنئه وبدا في كذا. اين هو التكبير؟ جيتي للمصلى اجلس حيث انتهى بك المجلس وكبر وبكر. اكثر من التكبير وجي بكري واجلس حيث انتهى بك المجلس. ولا تشغلك هذه الاشياء. هواتف هوا ندير واحد كذا وشد واحد الكبسوله وكذا هذا لان بتصور الفيديو غادي نكملوا وغادي نصيبوا واش كان جاب ليا ونسمع المشاهده وكذا. خلي عليك داك الشيء. الا كان شي فريق تيبني كيصور الصلاه وكذا يغنيك، ركز انت بهذاك الشيء اللي مطلوب منك. مزيان حنا سيدي صلينا. الاستماع الى الخطبه. بعض الناس يسرع مباشره بعد ما هذا يمشي كيتجارى. فين هو الغرض؟ العيد وحدك تصلي وتكبر مع الفقيه، ومن ليس للفقيه ان تستمع الى الخطبه. كملنا جينا راجعين في حالتنا مخالفه الطريق. شتي واحد الطريق رجع من طريق اخرى باش تسلم على اكبر عدد ديال الناس. ودع عنك الغل والحقد والحسد. هذاك مدابز معاه، هذاك ما كلمتو، هذاك ما غاديش تكلمو. انه يوم العيد، يوم الفرح والسرور. اش اللي مطلوب منا مازال اخر؟ ونحن نريد ان نذبح بالطريقه اللي امرنا بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاه والسلام: ان الله كتب الاحسان على كل شيء، باتقان الاحسان. فاذا الى بغى يذبح خصو يدير. فاذا قتلتم فاحسنوا القتله، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، وليحد احدكم شفرته وليريح بهيمته. بغينا نذبحوه نراعيو لهذاك الحيوان. راه هما ايضا امثالنا. لا ينبغي للانسان ان يظهر المتيا امام الاضحيه ويخيفها. انك تقتلها مرتين، كتقتلها في جوج مرات. كاين واحد العدد ديال الناس باقي الضحيه ما ماتتش مزيان وبدا في السنين
سيدنا إسماعيل. مزيان سيدي ورينا الوليدات وقلنا لهم هل اللي كاين علاش كنذبحوا كذا شرحنا لهم مزيان. ثاني حاجة أخرى خصنا نديروها كنتعاونوا على الذبيحة. شي وحدين يذبحوا، شي وحدين ينظفوا، شي وحدين يجمعوا، شي وحدين كذا، وبغينا نذبحوا واحد الذبيحة أخرى في نفس المكان. خصنا ننقيو هذاك المكان ولا نستعملوا شي حاجز ولا شي خامية ولا شي ستار باش هذيك الذبيحة الثانية اللي غادي نذبحوا لا تراعى وتشوف ذاك الدم وتشوف هذا راه فيه نوع من الرحمة بهذا الحيوان. فنسأل الله عز وجل أيها الأحباب أن يجعلنا وإياكم ممن يعرف هذا العيد ويعرف فضله ويعرف مكانته. مزيان. باقي شي حاجة أخرى درناها من بعد الذبيحة، شي أخطاء أخرى كيديروهم الناس مزيان ننبهوا ليهم بحال كبعض الناس الذين يذبحون في الشوارع. كيقول لك أسيدي راه كاين إشكال ديال الضيق وما عنده فين يذبحوا ويخرجوا الناس يذبحوا على برا. هذا الشيء كيسبب لنا واحد العدد ديال المشاكل. إلا كان الإنسان لم يجد فذبح نتفادوا على الذبح في الشوارع، ولكن الإنسان إلا ذبح ينظف هذا المكان ويحرص كل الحرص ألا يترك فيه شيء، وكمل هذه الأشياء في ذيك الأماكن ديال مصاريف المياه وكذا. بعض الناس كيديروا هذا الشيء في البلاعات ديال الماء وكذا، فكيتسدوا على البلاعات ملي كيهضر الشتاء وكذا بسبب هذه التصرفات اللي الإسلام نهى